نختم بآخر جزء والله ضحكت منه. دق عليك ايش يقول؟ اتصل بعدها طبعا انت بعد ما شكيته ولا قبل؟ يعني في اثناء الشكوى، يعني في نفس اليوم تقريبا في المساء اتصل على الرقم اللي احنا مسجلينه في البيانات العقد، في بيانات العقد، فطلب ان هو الوكيل الشرعي للمرأة صاحبة المكتب ويطلب عمولة للمكتب، يبغى السعي. طيب انتبهوا والله، انا ما ادري، انا سألته قلت له كيف تتأكد؟ يعني تطلب صورة الصك، ممكن يعطيك رقم واحد ثاني غير اللي موجود في الصك. نعم. ما في خيار لانك تقابل صاحب العقار عند العقار. نعم. او تروح للمكتب اللي بيسوي لك التوثيق، تسوي التوثيق وانت موجود عنده. فهذه رسالة للإخوان في إيجار، يعني كيف العالم تتجاوز هالثغرة الموجودة عشان ما يقع فيها ضحايا كثير. يمكن شفنا الأسبوع الماضي واليوم أبو سعيد معنا يعني تعرض لنفس الموقف. يعطيكم العافية. حبينا ننوه على هالموضوع مع الصباح، إن شاء الله أنه يعني الجميع يتحرى عملية المصداقية في كل شيء. لا تتعامل مع أي جهة ما لم يعني تشوفها بعينك زي المكتب. الرسالة الثانية للأخوات، لا تثقين بأي أحد، اسمك وسجلاتك وبياناتك تراها أنت المسؤولة عنها. القضية أبو سعيد الآن ضد المرأة. نعم. كل شيء ضد المرأة. وللأسف أنهم يستخدمون أيضا حسابات بنكية للمرأة باسم المرأة في عملية التحويل والمبالغ هذه. معليش، الأسماء متقاربة، المرأة والرجل هذا؟ لا، هذا صاحبة المكتب من عائلة وأيضا صاحبة حساب، يعني مستغل الموضوع ويدعي أنها زوجته وكذا. فإحنا عشان بس تكون في صورة، هو يطلبك تحول له جزء من المبلغ اللي هو النص تقريبا 50% من المبلغ على حسابه هو. طيب، والنصف الثاني يقول لك خلاص حول لي بعد يومين على حساب زوجتي لأني أنا عندي تحديثات في الحساب وكذا. فيستغل بعض المواضيع هذه في إدخال أكثر من عنصر في العملية. انتبهوا. السلام عليكم.